اخوان السلام عليكم. اليوم راح نسولف بخصوص زراعة الفسائل الكبيرة، ونصيحتي لكم بداية الفيديو لا تشترون من هاي الفسائل. بحالة انت عندك حديقة او بستان صغيرة او حتى بستان كبيرة وتريد تشتري فسائل، وهاي الفسائل هي الوان وغالية، يعني البريم، البربن، المكتوم، المكاوي، طه فندي، الاشرسي، البرحي الى اخره. هاي الالوان الغاليه فسائل صغيره ووسطانيه. ليش؟ وزرعنا ما بقينا السعف بيه، قصينا السعف قبل الزراعه. فمن قصينا السعف والسعفه غير مكتمله، الكربه مالتها بعدها صغيره، الفسيل يبقى ضعيف. فهذا ان شاء الله يروح فاله، ولكن يكبر ونقعده ونكربه ونرتبه راح يكون ضعفه بضعف هاي النخلة. والنخلة كل ما تكون متينة من جوا كل ما أفضل، كل ما تستجيب للتسميد أكثر، كل ما تستجيب للسقي أكثر، للعلاج أكثر، لأن قوية. بينما من تكون ضعيفة أضعف حتى بالصحة، بالإنتاج، بالنمو. البعض يقول أنت دا تحكي عن هذا الفسيل أو حجمه ولا تزرعوه ولا تشتروه. لعد أنت ليش زارع من هذا؟ أنا أقول لكم ليش. هذا عبارة عن كورة مال نخل عندنا وطشرناها، فمن زرعنا الصغيرة والوسطانية الكبيرة خو ما نذبها. هاي الأصناف تجارية والفسائل مالتها مناسبة، فالكبير والصغير عندي نفس الشيء. هذا من مصلحتك انت تشتري وسطاني مثلا حتى تطلع بيه فسائل، حتى تاخذ بيه عرض. هسه هذا منا وجوه من يتقعد يصير نفس هاي. بينما هذا فاليابس تقريبا منا وجوه، باقي يطلع اخضر جديد، يربي كربة كاملة، ينطي فسائل بعد. فهذا منا وجوه، حتى لو كربتهن ووخرت الليف وطلع الجذع الاصلي اجيب تراب واروفه، بس هذاك فوق المتر، ما ممكن انا اروف بمتر واكثر. اخواني هذا جذرناه وزرعناه، شوف شلون بدا يكون سعفه وكربه جديده ومن جوا، وبالتالي هذا من جوا يبدي يمتن. وهاي النخله اخواني مزروعه وهي صغيره، لاحظوا الجذع مالتها شقد متين. تزرعها وفسيلها صغير او وسطاني افضل من ما تزرعها وفسيلها كبير. تحياتي لكم جميعا، اخوكم علي الشيباني.